عبد الظاهر سافر تركيا عشان اردوغان، وعبد الظاهر سافر قطر عشان قطر مختلفه سياسيا مع مصر. وانت قلت لي ان في عرض من الافريقي. النادي الافريقي التونسي بيفكر ان هو ياخد احمد عبد الظاهر. ايه؟ بيفكر ان هو ياخد احمد عبد الظاهر، ده صحيح. كابتن هادي خشبه كان بيقول ان هو اقترب خلاص من الافريقي، الكلام ده صحيح؟ احنا في مفاوضات، لسه الموضوع ما خلصش يعني خلاص، يعني ممكن جدا ان نشوف عبد الظاهر في الافريقي التونسي. المفروض ان انا هروح اقعد مع الناس، اشوف الاتفاق هيوصل لايه، وهبلغ احمد بيه اذا وافق اوكي، واذا ما وافقش خلاص. طب وفكره دفع الفلوس اللي لسه هيدفعها الامبي النادي الاهلي، اللي هي اعتقد 2 مليون ونص لسه هيدفعهم، صح؟ 2 مليون 2 مليون لسه هيدفعوا. 2 مليون. هياخد الفلوس من الافريقي مثلا، يدفع ال 2 مليون وياخد برضو فوق الفلوس اللي دفعها. دي جدوله. فكده كده هتدفع على سنتين تقريبا. صح. فاضل سنتين. يعني مش شرط ان الاهلي ياخد الفلوس يدفعها من المديونيه اللي عليه، مش شرط. يعني ممكن الاهلي ياخد الفلوس يصرفها في اي حاجه ثانيه، وات ايفر، يعني زي ما هم عايزين. لكن لما تستحق مواعيد اقساط نادي انبي، لابد ان النادي الاهلي يلتزم بالدفعات اللي عليه. تمام. طيب اسالك سؤال تاني. انت كان في كلام ان الشيحه هيوقف محمد عبد الشافي لاعب الزمالك بسبب ان هو ما دفعلوش الفلوس من ساعه انتقاله من المحله، الكلام ده صحيح؟ بص يا كابتن، الموضوع ده كويس ان حضرتك كلمتني فيه. تمام. يا ريت يعني الناس المحترمين في نادي الزمالك يكونوا سامعيني، جمهور نادي الزمالك يكون سامعني. انا نقلت عبد الشافي نادي الزمالك في 2008. تمام. بقاله 5 سنين منقول، وهو عقده 5 سنين، يعني هو لسه بيجدد دلوقتي. كويس؟ ما خدتش ولا جنيه عموله من اللاعب ولا من النادي. تمام. لغايه ما انا بكلم حضرتك دلوقتي. كويس؟ هو انت المفروضد تاخد من النادي ومن اللاعب، ولا من اللاعب بس؟ والله يا كابتن، بص، ساعات بيكون في اتفاقات ان انت مثلا اذا جبت لنا لعيب متميز عشان ما تدوش النادي الثاني، ساعات بتاخد مكافاه حصل، بس هي ما حصلتش معايا انا تحديدا. بس يعني هو عامه المفروض بتاخد من اللاعب بس. وارد يحصل، انت وكيل لاعب بتحصل من اللاعب. تمام. ده القصد في المهم ان محمد عبد الشافي قعد 2 3 سنين ما خدش منه فلوس، لان كان في اضطرابات في نادي الزمالك، رئيس جاي رئيس رايح، وهو برضو عشان اكون محق، الفلوس كان بياخدها على دفعات متقطعه، تقول ما تعرفش تاخد منه حاجه. وانا برضو يعني الى حد ما براعي الظروف، فما بيبقاش رخم مع اللعيبه، ده معروف. طب قول لي في الاخر وصلت لايه يعني؟ في الاخر ان انا قعدت انا وهو بعد 4 سنين وجود دكتور عبد الله جورج وحماده انور المكلف من مجلس الاداره، وقعدنا عملنا تسويه بمقتضاها ان انا بسيب 50% من مستحقاتي القديمه مقابل ان انا اخد 50% في 1 فبراير اللي فات. تمام. 1 فبراير 2013. تمام. ده عن ال3 سنين اللي اتحاد الكره حكم لي بيهم، كده هيتبقى 2 سنين، الرابعه والخامسه اللي احنا فيها. تمام. قلت له انا متنازل عن الرابعه كلها وانت تدفع لي فلوس الخامسه. كويس؟ ايه قرار الايقاف؟ كل ما يجي الزمالك يلعب ماتش، والنبي يا شيخ ادينا اسبوع، ادينا شهر، ادينا مش عارف، كل نادي الزمالك كلمني. عند الدفع كله بيقفل تليفوناته. طيب دول من المره دي كلموني، انا ماليش دعوه بالقديم، خلاص الناس مشيت، الناس لها كل التقدير والاحترام ولم يلتزموا معايا، خلاص مفيش مشكله. الناس الجديده كابتن حلمي ومجلس اداره نادي الزمالك وكابتن ايمن والدكتور كمال ناس محترمين جدا. يا شيحه معلش ارفع الايقاف عشان كاس مصر. حاضر، رفعت الايقاف. طلبوا اسبوع، رفعت 15 يوم لحين انتهاء البطوله. حلو الكلام يا كابتن خالد؟ تمام. محدش بيرد عليا في التليفون. طيب اقول كمان هعمل ايه؟ هوقف اللاعب، وكده الاتفاق القديم انا في حل منه لان لم يلتزم بيه اللاعب ولا النادي، وهاخد فلوسي كلها وهيرجعوا الدوري، هيرجعوا برضه يكلموني تاني. طب ليه الناس لما انا ابقى كويس مع نادي الزمالك ليه الناس تخسرني؟ تمام. تقريبا طلبتهم كلهم تقريبا. تمام. مش يرد على التليفون. هات لي اي حد يقول ان انا بكذب. وبعدين دي فلوس هتدفع. تمام. شيحه ارجع لك تاني. بكره عبد الظاهر هيتمرن مع الاهلي. لازم يتدرب طبعا. تمام. لا انا بقول لك يعني بكره هيكون موجود، طبعا هيتمرن مع الاهلي ان شاء الله. طبعا هينزل تدريب. تمام. دي لوائح وقوانين. هل الكلام اللي بيقعد يتقال في المواقع ده ان ابو تريكه هيلم فلوس من اللعيبه عشان المكافاه اللي اتخصمت منه وكلام من هذا القبيل صحيح؟ هو اصلا النادي الاهلي عشان بس اديك مفاجاه، النادي الاهلي لغايه دلوقتي ما خدوش فلوس البطوله اللي فاتت. انت فاهمني؟ البطوله يعني افريقيا اللي فاتت؟ طبعا النادي الاهلي يعاني ماديا. البطوله الافريقيه بياخدوها نسب مش عارف 2.5%،
5% في 3%، فهيعملوا منين ابو تريكه؟ يعني اذا عمل كده ابو تريكه طبعا يعني ده حاجه يشكر عليها، بس اتوقع ان احمد عبد الظاهر يعني مش هيوافق على هذا الكلام، اتوقع يعني. تمام. ان حدث، لكن هو شعور طيب من ابو تريكه ومن اللاعبين. يعني انا عرفت ان اللاعبين والجهاز الفني كلهم متعاطفين مع احمد، وان العقوبه شايفينها من وجهه نظرهم انها عقوبه قاسيه جدا. فاي حد من اللعيبه بيحاول يظهر هذا بشكل او باخر، حاجه كويسه يعني، حاجه تحسب تمام للاعبين يعني، سواء ابو تريكه او غيره يعني. لكن احمد هيوافق ده ما اعتقدش يعني، لان لغايه دلوقتي البطوله اللي فاتت ما خدوهاش يعني تمام. شكرا يا شيحه، شكرا يا شيحه. بشكر محمد شيحه. تعالوا نطلع عليه